يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. سيدنا عمر رضي الله عنه قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. أنا عايز أخلف أولاد كتير، ليه؟ ليعبدوا الله وآخذ أجرا في عبادتهم الله، مش هخلفهم بقى ويطلعوا يسبوا الدين، صح؟ ما هو الإنسان اللي بينجب أبناء لازم يتابع أبنائه يربيهم. إذا خرج الولد عابدا لله متعبدا فهو في ميزانه. طب إذا خرج الولد يعني عاصيا وهو قصر معه، ما في فرق إن أنا عملت كل اللي أقدر عليه والولد سبحان الله خرج عن طوع مش قادر عليه. هنا العبد معذور، أدى ما عليه. فإن نوحا عليه السلام له